يا رب دخيلك، يا رب قوم لي افتكار بخير وسلامة يا رب. قلبي على نار. لك يلا يا مرت عمي. يبعت لي عم صغيرك، شو عم تعمل هون؟ بدي اعرف شو صار بمرتي. لك اجاك صبي بيطير العقل، فلقة قمر. يا والله العظيم لو بعرف صرخت لصرخت بس ما بعرف. بعديني وين بعديني؟ جوا كله نسوان الحاره كلها عنا. قال بعديني روح جيب كراويه. والله بعمل هيك بطلع على حدا بس يشوف افتكار. جيب كراويه روح بقى. مو طبيعي ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باركولنا يا رجال، باركولي. اليوم الحرمة جابت صبي والمشاريب كل على حسابي. الله يبارك فيكم، تسلموا لي. على راسي يا رجال. يا رب الله يبارك فيك. ان شاء الله الف الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. شو ناوي تسمي المحروس؟ اجباري على اسم الوالد يعني ظافر. لك احلى معلم ابو ظافر، شرف لله شرف. شرف. كبريلي شوي لساتك نفسها. ايه يعني فوتي عادي. قسما بالله يا افتكار قلبي كان عم يعمل حقب على ما اشوف هالولد. شفت اسم الله شو حلو. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجعله من الابرار الصالحين. اللهم امين. ما بخبرك ابي يا افتكار قلبه كان عم بيفور وبيغلي وقاعد بهالبيت رايح جاي وبده يطمن عليك انه ولدت ما ولدت. ولما عرف انه جبتي الولد راح جاب تعليق دهب مشان نعلقها على هي محل، شو اسمها هي المحل ما بتحطوا للولد؟ ايه هون مشان نحن نعلقها عليه. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، بس يعني ابي مبسوط كثير. ابي مو لانه الولد يحمل اسمه، بتعرفي انت. ومين قال هالحكي بالله؟ تقبريني مو انا اللي عم بحكي هذا الكلام، يعني هو هيك العادات الاصول. يعني الحفيد الاول بيكون حامل اسم الجد، بيحكم انه انا ابي اسمه ظافر وانا رامز، فابني بده يكون اسمه ظافر على اسم ابي. يا رامز، اسم ظافر كثير قديم تقبرني. والله مو جاي عبالي سمي ابني ظافر. يعني شو بدي سميه لك؟ معقوله؟ شو بدي له لابي؟ بدي نسميه عمر، بدي يصير ام عمر. هلا هو والله بيني وبينك يعني ام عمر احلى من ام ظافر. ايه بس علي ما علي، اذا ابي بيعرف او بيسمع او بيحس انه نحن بدنا نسميه عمر بدل ظافر، ايه والله العظيم بيحرمني من الورده وبيتبرى مني وبيقلعنا من البيت. انا بدي اسميه عمر. يا اهلين وسهلين بابو ظافر. والله شو جاي صاير عندنا هون بالكركون؟ شو اخي؟ جاي انا لعندك مشان تمالس علي؟ شو عم تملس عليك؟ ظافر والله حلو، ليش مو عاجبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايدي بزن نارك، اقنع ابوك انه ما سمي الولد على اسمه. شو حبيبي؟ بدك يعني انا اقنع ابوك؟ انا ما دخلني بالقصه كلياتها. ايه؟ عاشو لك عم عامل لي حالك يوز باشا ورئيس كراكون؟ اخي انا يوز باشي بالكراكون على الحاره مو بالبيت. لك تعرف وين الضربة؟ انه حتى مرتي مو رضيانة سمي هالولد على اسم ابي، كمان حق معها. حق معها؟ قول انه هي الرجال مو انت يا اخي. ولا احترم حالك، شو نسيان انه انا اخوك الكبير وكسر راسك؟ كسر راسي ايه؟ هلا خليهم ينزلوك يعملوا لك فلع على كيف كيوفك يا ابو صافير. ماشي يا رافع. خاطرك اخي. الله معك، دير بالك على حالك. سلام. اوعى تزعلوا لابوك ها؟ حمرا. الله معك. ابو صافر، رامز، ابو صافر. عايشك يا اخي. شو بده يسميه ظافر؟ قال هيك العادات يا مو. إيه ما حزر بنوب حبيبتي. لا اطمني، انا قلت له ما رح سمي الا عمر، ولا رح ضل عندك وما رح ارجع لعنده بنوب. اختي ما تزعلي مني، شوفي يعني اذا سمع على اسم ابوه. خرسي انت وليه؟ خرسي. هلا الحق صار بزعل. يمين عظيم ما بيسميه ظافر طول ما انا عايشه، فهمتي؟ امتى بدها ترجع مرتك على البيت؟ يا ابي انت بتعرف الاصول، يعني هي رح تضل عن بيت اهلها طول ما هي نفسها، يعني بدها شي 40 يوم. معقول انا استنى 40 يوم لحتى اشوف الصغير؟
لك لا يا ابي لا، شو هالحكي؟ بتشوفه ان شاء الله بكره بروح لعندهم بجيب الولد وبتشوفه وبتقدم باذنه كمان. وامتى بدك تسجل الولد بالنفوس؟ عن قريب يا ابي، عن قريب، لا نفضى يعني. شو هالحكي؟ قلت لي لا تفضى، 5 دقايق تسجيل الولد، بدها فضاوه. معك حق يا ابي، معك حق. بتعرف شو يا ابي؟ انا بصراحه لما قلت لها لافتكار انه بدي اسمي الولد على اسمك، طار عقلها من الفرح، يعني كثير كانت مبسوطه. معلوم مبسوطة، ومعلوم بده يطير عقلها، ومعلوم بدها تحب الاسم. ها ايه بس يعني هو للامانه قبل ما تولد افتكار بيومين قالت لي انه هي حلمت انه شايله ولد على ايدها وعم تندهله عمر. شو؟ عمار؟ حلو اسم عمار والله. يعني موافق يا ابي؟ على شو؟ يعني سمي الولد عمار؟ ابنك بده يكون اسمه ظافر، واذا ما بتسميه ظافر لا انت ابني ولا انا بعرفك وبريء منك. فهمت ولا ما فهمت؟ لا يا ابي، لا صلي على النبي. قولي شوي بريء منك، يعني احنا ماشيين برضاكم. لك يا ابي خير معلم رامز، شايفك مو على بعضك. والله يا رشوان علقان بقصه وما عم بعرف اطلع منها. خير شو هي؟ هات لشو. ابي بده ياني يسمي الولد على اسمه، ومرتي راسها والف سيف انه ما بتسمي ابني ظافر على اسم ابي. اوف. طيب معلم، شو رايك اذا لقيت لك حل تريح راسك من القصه كلها؟ لك ايدي زنارك لك رشوان. خلص لعيونك، بس بشرط قول بدي حلوه من هالعيون الحلوه. ولك بتاخذهم من عيوني التنتين. لا دخيل ربك بتلاقي لك. يا رب. شري معلم، شري. ولك حاج ترش فيه وتهزي بدنك ما. ياما قلبي مثل النار. رامز له جمعة ما بين لعندي. وان شاء الله 60 عمره ما يبين. ماله بالعادة يغص يامو، ماله بالعادة. معك حق، بس يمكن يكون بشغله. يامو أنا بعرف وينه. يخرب بيتك، وينه وليه وينه؟ هاد رامز تجوز رقية بنت الفران. مين قال لك؟ هو قال لي ما تقلك ولك ما تقلك. يامو ما هو اللي قال لي، هي زهرية هي اللي خبرتني. يامو أنا رايحة تكم لايتي ورايحة على بيتي وجوزي يامو. أين كان يامو؟ يخرب بيتك، هو قال لي ليش ما حكيتي من الاول؟ وقولي على عيونك ان شاء الله، قولي على عيونك. شو دخلك؟ الله لا يوفقك. قولي عليكم هم البنات للممات، الله لا يوفقكم الهي. أنا شو دخلني؟ وينها وينها؟ مين هي؟ دورترية. شو بدك فيها؟ بدي كسر العظامة تكسير. اوف ليش بقى؟ لأنه أخذتك مني، هيك يا رامز بهون عليك. انت الحق عليكي، انت ما رضيتي تسمي الولد ظافر على اسم ابي. طيب طلقه وبسميه ظافر. حلفي. والله العظيم إذا بتطلقها لرقية لسمي لك ابنك ظافر. شو لك يا برضي كسبك؟ لك لا في رقية ولا في شيء. لا. فوتي هلا بحكي لك السيرة كلها. فوتي مظافر. نفيسة اسمعي الله يرضى عليكي، بدك تساعديني بهي الخطة. بدك تخبري اختك انه انا اتجوزت عليها، بس هو انا كذب، انا ما رح كون متجوز عليها، بس هيك يعني مشان يعني نلعب شوي باعصابها، بركي بترضى انه نسمي هذا الولد على اسم ابي. امنع عيوني صهري، امنع عيوني. أنا اللي بساعدك وأنا اللي رح ألاقي لك حل. لك روحي الله يرضى عليكي، شو انك طيوبة وظريفة وهنية. بدك تقبر قلبي إلهي. أنت بتعرف قديشك غالي يا صهري. ايه بعرف. وبتعرف اختي قديش آلاتها صغار وما بتمشي من دون مشورة امي. ايه صح، ويعني للامانه مزبوط على لاختك صغار، علاتها لاختك صغار، بس والله انا بحبها كثير وبموت عليها، يعني انا كثير بحبها لاختي. خلص صهري رح ساعدك بس بشرط. لك الشرط اللي بدك اياه. اللي بدك اياه خلاص، اطلبي اللي بدك، لبن العصفور بجيب لك اياه، المهم ساعديني وخلصيني بهي القصة. صهري بدي اياك تدبر لي عريس. عريس؟ ايه بس عدم مؤاخذة يا نفيسة، انا يعني بيعملوا ما اشتغل خطابة، يعملوا بدي اجيب لك عريس. صهري لا تروح لبعيد، اخوك رافع. بعدين شو بيقول لك المثل؟ اللي بتعرفه احسن من اللي بتعرف عليه. بدك اخي انت رافع؟ عندي
عادي ما تشوفيه يوزباشي وتبع كراكون بدعس على راسه. انا اخوه الكبير وغصب عنه بده يصير. انا الكلمه اللي بدي احكيها خلص. عندي ما بدك ايام، كل امورك بخير، بس الله يوفقك نفيسه، ظبطي لنا الامور، لان انا بحب اختي كثير وما بدي اياها تزعل، يعني بدي اسميه، يعني انا بدي راضيه وراضيه بي، يعني بس مش هسميه ابني ظافر يرحم ابوكي. خلص صهري، رح اقول لها انك تجوزت عليها رقية بنت الفرام. رقية؟ يا والله افتكار احلام. ايه أهلين أخي أبو وليد. شلونك؟ وشلون الأولاد؟ من الله بخير، والله من شوي كنت عم طعمي لها الصبي خبز يابس مبلول بمي. يا سلام، يعني بفهم من هالحكي إنه كمان هذا الشهر ما في مصاري؟ يا أخي أبو وليد، أنت بتعرف إنه المرحوم جوزي مات وترك. طيب شو ذنبي أنا؟ هي مهلتك شهرين وآخرتها. يا أخي والله العظيم لو ملاقاي بيت تاني أتقوى فيه كنت تركت لك هالبيت من زمان. بس يا أختي ما بصير هالحكي، ما بصير، هذا باب رزق، رزق مو داشر. داخلي على الله وعليك يا أخي أبو وليد، والله ماشي، هي هلا راح بعطيك فرصة أسبوعين، بدك أحسن من هيك؟ وبعد أسبوعين بدك تجيبي لي مفتاح البيت، فهمتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله وكيلك يا اختي تقطع قلبي عليها، مسكينه درويشه وارمله وعندها اولاد بدها تطعميهم وعم يطالبها باجار البيت. لك الله لا يخلف عليه بجاه محمد، مو حرام؟ لك الله وكيلك عم تترجى بنص الحاره، لك العمى، لك اذا مو كرمالك كرمال الشهر الفضيل. لك الناس برمضان بتسامح وبتحقن دم، مو قدران يسامحها بأجار البيت. لك أخي شو صاير بالناس؟ أنا عم فكر ساعدها. شلون بدك تساعدها ونحن فقراء؟ مين قال نحن فقراء؟ أنا عم بشتغل وعم طلع حق أكل وشرب وعم شيل شوي كل شهر. أخي لا تقلي بدك تعطيها من المضمورة اللي مخبية لزواجتك. لك يا أختي جواز شو؟ جواز مين والناس نايمين؟ لك أنا ما في بنت بالشام كلها بتقبل فيني وبوضعي. أنا بسببي تأخرت زواجتك. كل بنت بتعرف إنه عندك أخت عمية ترفض. لا يا أختي لا، أنت أختي ونور عيوني. هي البنت اللي بتحكي هيك بتكون بنت معنا بنت أصول. طولي بالك وروقي، بنت الأصول جاي على الطريق. الله يكتب لك بكل خطوة خير يا رب. الله يخلي لي إياكي، أنت بركتنا أختي، أنت بركتي ورزقتي. يلا عن إذنك، إذا لازمك شي ناديلي. حاضر. شكلي اليوم رح أفطر أنا وابني خبز يابس. لا حدا دق بابي ولا حدا استفقدني بأكلي طيبة. يا عمو أنا جوعان كتير، كمان اليوم كان آكل خبز يابس؟ إيه معهم حق، بيكونوا ملوا. بعدين كل البيوت بتكون عمرانة بالأولاد والحفاد. مين رح يتذكرني بهالعشاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين في فوق؟ بسم الله. يا مو هذا اسم يا مو مصاري يا مو. مين في هون؟ مين هون؟ سبحانك ربي.
الله فرج علينا يا ابني، الله فرج علينا. من لك؟ من كرم رب العالمين. مو على اساس عم تطعمي اولادك خبز يابس وبيت حماكي يتخلوا عنك من بعد ما مات المرحوم، من لك؟ ربك فرج علي، شو انت اكرم من رب العالمين؟ شو هالحكي؟ شلون فرج؟ هاتي لشوف. يا اختي يا ام وليد، انت بدك العنب ولا بدك تقاتلي الناطور؟ العنب. اي معناتها هي اجار الشهر والشهر الجاي بحل الحلاق. خير ان شاء الله. يلا استودعناك. شو قصتها هي؟ شو هالخير اللي دفع عليها دفعة واحدة؟ الله يجيرنا إذا كان اللي ببالي مزبوط. يا ترى مين اللي رمى علي هالسرة؟ طيب ليش ما دق الباب وناولني اياها؟ يعني كل الناس بتعرفني أرملة وبحاجة، ليش الخجل؟ دخيل كرمك يا رب. لحمة شكله الفاعل الخير بده ياني أعمل لأولادي لحم بصينية. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. شو يا أسيمة خانو؟ جايب الأجار وأنت فرحانة؟ لا تكوني مثل ما قالت عنك أم وليد، بلشتي يعني ما بعرف يعني هيك تلعبي بليلك. ايه شو عليك؟ بس نحن كمان جيرانك، ديري بالك علينا، ووقتها صدقيني بنعطيكي يلي بدك اياه. يا لطيف، هالكبة بدها برادين شاي ليغضبوها. بتعرفي أنا لحد هلا ماني مصدق إنه أسيمة دفعت أجار البيت لهذا الشهر. الله أعلم، يمكن المخلوقة عم تشحت، ما بدنا نظلمها ولا بدنا نحطها بذمتنا، الدنيا رمضان لأنه. صحيح معك حق، دنيا رمضان. ستي تصطفل منا لربها. اي والله، المهم عطتنا الإجرة. معلوم. ما بدك تشربينا كاسة شاي؟ اي على عيني. كمان يا خانو نحن لازم نلحس اصبعنا، مو هيك ولا لا؟ بسم الله وين انت؟ ما في حدا احسن منك. بعد عني يا ناس يا عالم، بعد عني، بعد عني يا ابن الحرام، بعد عني، بعد عني يا ناس. لا بدي ادفعك حلالة. طول بالك. اوعك تدير وشك لورا. ما بدي على الكركون. طول بالك. مش يعني على الكركون بدي ادير وشك احسن ما اشخطك. حاضر يلا يا حلالة. افكارك يا اخي، كنت مفكرة. يا ربي يا ربي أخوك يا بنت الناس طلع شب قبضاي ومعدل وزقرت، يكتر ألف خيره. والله لولاه كان أبو وليد
عمل فيني العايبة، بس هو اجا بالوقت المناسب وانقذني منه. بصراحة يا بنت الحلال أنا لما طلعت على السطح طلعت نية صافية تماما. كنت بدي كب السرة وأحمل حالي وأمشي. قام طلع بوشي فجأة الحمام. قلت لحالي هذا أكيد نيته مزغزغ هيك ولا هيك. قام شو عملت؟ تخبيت ولطيت له. يكتر ألف خيرك، وأنا مستعدة ضل خدامة إلك ولأختك ولمرتك كل العمر. مرته؟ ايه بس انا اخي مو متجوز، يعني بركي بتكوني انتي من نصيبه، بركي اخي هيك الله حطه بدربك لحتى يستر عليكي وافرح فيكم. شو أنا أختي؟ ليش عم تحرجي للمخلوقة؟ بركي المخلوقة مو ناوية تتجوز. بعدين المخلوقة عندها أولاد بدها تربيهم. هلا هي صحيح بعمرها ما صارت إنه البنت هي اللي تطلب الشاب، بس إذا كان رجال حقيقي ليش لا؟ وأنا طالبة رجال حقيقي ومشتريتك. هي إذا قبلت فيني. ولك لا 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 ليش؟ واخيرا يا اخي، واخيرا رح افرح فيك. بس يا بنت الحلال أنا مسؤول عنه. ولو يا أبو ضال، ولو أختك أختي بعهد الله. يا عيوني يا عيوني انتو يا عيوني. اخي الله يخليك، وصف لي عجوة شكلها، حكي لي اللي شو بدي أوصف لك؟ لا أوصف لك أختي. عيونها خضر، وشها مثل القمر، حلوة كتير كتير. تتذكري لما كنا صغار وكنت أحكي لك وأحلم إنه أتجوز واحدة حلوة؟ هي أحلى منها بكتير، أحلى منها ب20 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا 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 يا نهلة. اهلا ابن عمي، يعطيك العافيه. الله يعافيكي. امسكي بالايدي، هي السلام الاغراض عليكم. اللي طلبت اياها. ابن عمي بس نسيت وصيك على تمر، وانا كثير هافه نفسي على اكله فيها تمر. ولك يا بنت الحلالتي الله فيني، هذا رابع مشوار تبعتيني اياه، رجلي ما عادوا حملوني. طيب يا ابن عمي والله مو بايدي، هادو حا. بعدين مو بدك ولد يحمل اسمك، وانا صايره عم بنسى كثير تقبرني، وجل من لا ينسى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اجلي لنا اياها لبكره. لا يوه شو اجلها؟ بدك اياها تطلع بجسم الولد، ما بيصير. استغفر الله العلي العظيم. طيب في شيء ثاني غير التمر بتوحمي عليه؟ لا ابن عمي، لحد هلا ما في غير هدول. طيب انا راح اجيب لك تمر. الله معك. لك الله لا يعطي شيطانك عافيه. شلون بتعمل هذا الشيء؟ شلون؟ ما بتعرف انه هذا الشيء ما بيجوز؟ لك يا شيخي يعني طلع خلقي والله جننتني يا شيخي. يا سيدي إذا جننتك تحمل نتيجة هذا الشيء اللي عملته وطلقها. وشو طلقها يا شيخي؟ والأولاد وين بدي أروح فيهم؟ يا سيدي إلهم رب كريم. بعدين أنت ليش طلقتها وشو قلت لها بالحرف؟ يا شيخي قال هي بدها تروح على بيت أهلها، قلت لها على بيت أهلك ما في روحها. قال لا بدي روح على بيت أهلي، قلت لها لا تجاري. وليه؟ لا تتجاري. قالت لي بدي روح، قلت لها ماشي. قمت رميت علي اليمين وقلت لها عتبة البيت ما بتدوسيها. طيب روح جيب مرتك من عند بيت أهلها وبتستناني قدام باب بيتك، ما بتخليها تدوس العتبة. ها بتلاقيني سابق على البيت. يلا بأمرك شيخي، بأمرك شيخي. يلا رايح جيبها شيخي.
السلام عليكم شيخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو صفوان. أبو صفوان، صحيح أنت حلفت يمين طلاق على مرتك بالثلاثة إنه ما تعتب عتبة البيت؟ هذا الحكي صحيح 100% شيخي. أدام هيك طخي لقلك وخلي مرتك تركب على كتافك وقطعها العتبة مشان ينفدى اليمين تبعك. شو هالحكي شيخي؟ يعني ما في حل تاني غيرها؟ ما في حل تاني. ايه شو عليه؟ أمري لله. اطلعي لشوف، اطلعي اطلعي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أبنائي، كما ذكرت لكم فما جزاء الصابرين عند الله إلا الجنة، وكل ابتلاء يصيب المسلم هو درس من عند الله. المؤمن مصاب، وخير المؤمنين الأنبياء. إذن الصبر هي من صفات المؤمن. ما بكم مستغربين؟ لنفترض أن السماء رعدت فأبرقت فأمطرت. لنتابع حديثنا. الصبر من صفات المؤمنين، وخير الصابرين هم الأنبياء. والله يا مختار مالي عرفان، يعني كيف الشيخ أحمد قادر يستنى ويتحمل هيك مرة؟ ما بعرف. بتعرف ما تكون عندي علي الجيرة اللي طلقتها من زمان. لا كلكم وشيت انه تكت عليه مي وهو عم يعطي الطلاب درس كوم تاني. وسمعت لك يا مختار انه بتشغله كل شغل البيت، ومرة كان عم بكنس قامت ركبت على ظهره، فكيف متحملها لحد هلا وصابر عليها؟ ما بعرف يا مختار. يا اخي الشيخ احمد رجل تقي وورع وبيخاف من الله، لولا هيك كان طلقها، بس بيعرف ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. بس كمان هذا الشيء لا بيرضي العباد ولا رب العباد يا مختار. والله عم تحكي مزبوط، بس الشيخ احمد هو تلميذه للشيخ فيصل، والمخلوقه بنته للشيخ فيصل، بيقولوا عنها انه تقيه وورعه. ليش هيك عم تعمل؟ والله ما بعرف. صحيح، ومرتي هيك حكت لي انه كثير تقيه وما بتقطع فرد بنوب بنوب يا مختار. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس في إنها هالحرمه وراها قصه. أنا مليت من عيشي معك يا نهلة، ولولا خوفي من رب العالمين بأنه الطلاق هو أبغض الحلال عنده كنت طلقتك من زمان لا أخلص من ظلمك لإلي. يعني هلا شو بدك تعمل يا شيخ أحمد؟ بدي أترك البيت وأجي منك. ولوين بدك تروح؟ بلاد الله واسعة، رح أترك لك الجمال فيما حمل. السلام عليكم. بس صدقني رح ترجع. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة نحن زهاد، نتعبد ونتقرب من رب العالمين، وتاركين هالدنيا كلها وما فيها. طيب تسمحوا لي رافقكم بهذا الطريق، لأنه أنا كمان هاجج من هي الدنيا الفاضية، وحابب أتزهد وأتعبد للرب الواحد القهار. طبعا إذا عندك الإمكانية ليش لا؟ أهلا وسهلا. طيب أنتوا شو بتعملوا بالحياة؟ يعني يا شيخ أحمد، نحن طول النهار منضل نتعبد رب العالمين ومندعي له إنه يبعث لنا هيك رزقة من عنده، بس
نمشي أمرنا فيها. هي شغلتنا وما في شيء غير هيك. يا رب اقدر اكون معكم وساعدكم بهذا الخط. بالنهاية الرزق بيد رب العالمين. ميزان، على بركة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مثل ما بتعرف يا شيخ أحمد، اليوم الشيخ مالك هو ماشي بالطريق كان قاعد هيك وعم يدعي لرب العالمين، وفجأة صادف رجل عم بيوزع على روح أبوه الله يرحمه هالأكل اللي عم ناكله. والحمد لله كان مقسم لنا هي الرزقة اللي أكلنا منها. رب العالمين ما بينسى حدا، ما بينسى حدا. شكرا للشيخ مالك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ما بينسى حدا من فضله. الحمد لله رب العالمين. كمان اليوم الشيخ مالك دعا لربه وسخر له حدا عم يزكي على أمواله، والحمد لله عطاني فيه نصيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو يا شيخ أحمد، بكرة الدور عليك ها؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله ونعم بالله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو يا شيخ مالك؟ أكل عاجبك ها؟ أوه. يعني الحقيقة يا شيخ أحمد، إحنا اللي كنا مفكرين إنه لما عم ندعي لرب العالمين يبعث لنا رزقته، كانت تجينا رزقة هيك يعني صغيرة. هي الحمد لله الحمد لله، بس ما شاء الله عنك بدعاء واحد منك فيها الخيرات كلياتها. يعني صراحة ما بعرف شو بدي أحكي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عنك. ما شاء الله عليك. بس الدعاء اللي استخدمته شو رح تجد كل الخيرات؟ ما رح لكم الدعاء تبعي لأعرف كل واحد فيكم شو بيبغي. يعني صراحة اللي احنا بندعي دعاء واحد أنا والشيخ مالك، اللي هو بجاه صبر الشيخ أحمد الديراني على مرته ترزقنا وتبعث لنا أكلنا وشربنا وكفايتنا. الله يحميك. آمين يا رب آمين. طيبين الأفريقان. ريو. الحمد لله رب العالمين. خير يا شيخنا، في شيء؟ ليش وقفت؟ أنا الشيخ أحمد الديراني. شو؟ الشيخ أحمد ديراني؟ الله أكبر. الله أكبر عليه. الشيخ أحمد ديراني كان قاعد عم ياكل معنا؟ عمول. ما شاء الله ما شاء الله. حمدك وشكرك يا رب. الحمد لله. حمدك وشكرك.
الحمد لله رب العالمين. خلينا نشوف اطلع. شو يا شيخي؟ صدقت؟ شفت بعينك؟ يعني انتي؟ ايه أنا. وأنا هلا خلصت مهمتي ورح أكون مرتك المطيعة. الله يرضى عليكي. أنا كنت عم امتحن صبرك علي مشان رب العالمين يزيد من حسناتك ويمحي من سيئاتك. وأنا هلا رح أكون خدامتك وما بيهمني غير رضاك علي. الله يرضى عليكي يا نهلا. الله يخلي لي إياك. لا تنسوا الاشتراك في صفحة حارة شوف ليصلكم كل جديدنا.